تأخير الحمل والجواز. ناس مستفزة بتقبضي كام؟ مش ناوي تجيب بيبي؟ مفيش حد يشيل اسمك؟ طب انتوا ايه اللي مأخركم؟ وانت مالك؟ الفضول والتطفل ده بصراحة هو اللي أثار عندي نقطة إن أنا لازم أتكلم في الموضوع ده في أسرع وقت. أحس إن في ناس عايزاك خيرك ينقص. سبحان الله، كل مرة بجهز لموضوع معين علشان نتكلم عنه ألاقي نفسي بتكلم في موضوع تاني. حلقة النهاردة ما كانتش هتبقى على اللي أنا هتكلم فيه ده، كانت هتبقى على حاجة تانية خالص، بس حصل لي موقف خلاني أصمم إن أتكلم عن الموضوع ده دلوقتي. في ناس كتير داخلة في حياتنا أكتر مننا، عايشاها أكتر مننا، ناس حشرية بطريقة تحس إن هما ناسين مناخيرهم في حياتك. الفضول والتطفل ده بصراحة هو اللي أثار عندي نقطة إن أنا لازم أتكلم في الموضوع ده في أسرع وقت. أهلا بيكم في سمارة دوز. الدوز النهاردة أنا مسمياها خليك في ورقتك. من كتر اللي احنا عشناه وشفناه في حياتنا بتحس ان في ناس حضراك اكتر منك. تلاقي ناس بتقولك انت ما سمعتوش وهو بيقولك كده، انت ليه ما ردتش على كده، انت ليه ما عملتش كده، وانت مالك؟ ده انا مش فاكر الموقف ده ولا عارف انت بتتكلم في ايه. في ناس وجودها ما بيبقاش حب، وجودها فضول. هم عايزين يشوفوا ان انت ماشي ازاي، بتتكلم ازاي، ايه اللي بيحصل في حياتك، ايه اللي بيجد عليك. مين مننا ما تعرضش الموقف ان يبقى ماشي في الشارع وشايل شنط وتقابل حد تلاقيه واقف بيكلمك بس عينه مش في عينك، عينه عايزة تشوف جوه في ايه. الشنطة اللي في ايدك انت جايب فيها ايه؟ خضار، لبس، ايا كان. الفضول مموته يا حرام، هو عمال يزود في الكلام عشان يوصل للي جوه الشنطة. طب هقول لكم على حاجة، انا تعرضت لحتة موقف. كنا في رمضان وفي وقت فطار، واحدة صاحبتي قالت لي تعالي اقعدي افطري معانا. انا معايا واحدة صاحبتي، رحت لا سلام على طعام وقعدنا ناكل. ايه اللي حصل؟ وربي انا لسه ما حطيت لقمه في بقي لقيتها بتقول لي اسمك، بتشتغلي فين، اي شركه، بتشتغلي ايه، بتقبضي كام. والله اول مره اشوفها في تحليل شخصيه، في بنود معاها في الورقه هي قاعده تملاها. ما رفعتش عينها من طبقها، وما بطلتش اكل، وما بطلتش اسئله. انا في الاول كنت برد بحسن نيه. الناس لما بتفاجئك بالسؤال بتلاقي نفسك بترد عادي. سمر بشتغل في الشركة الفلانية. كذا. المرتب كام؟ هنا انا صدمة، قلت لها نعم، مرتب ايه اللي كام؟ قالت لي ايوه يعني بتقبضي كام. بصراحة ممكن نقدر نقول ان انا كنت مش ساذجة، يعني اكتر من ساذجة، بس قلت رقم غير اللي انا بقبضه بصراحة، بس قلت رقم. هنا انا غلطانة. في ناس بيوصلوا معاك في الكلام لمرحلة ان انت ما ينفعش تفضل بنفس قمة الذوق اللي انت بترد بيها. في حاجات تانية المفروض تتقال، وده هنعرفه بعدين. موقف تاني، حد من زمايلي القريبين مني حبيبي ساب شغله فبيغير لشغل جديد. بيبقى فيه فترة انقطاع بين ان انت سبت الشغل ده علشان تلاقي شغل تاني. الناس تسكت؟ والله ابدا. في دايما نصائح جايالك جميله، اللي هو طب انت هتعيش ازاي، طب انت هتاكل وتشرب منين، طب والديون، طب ما تبيع سيارتك. وانت مالك، وانت مالك هو يبيع سيارته ولا يخليها؟ طيب انت ما فكرتش ان انت تستلف؟ طب ما الساعه اللي في ايدك دي تعمل مبلغ، ما تبيعها. حبيبي انت مالك، عنده رب هيدبر له امره، هو عنده مخ، هو مش ناقص عقل. تحس ان في ناس عايزاك خيرك ينقص. طالما خيرك نقص هم مرتاحين. أعوذ بالله، مع إن خيرك لما ينقص مش هيروح لهم، هو نقص منك بس مش هيروح لهم. ناس مستفزة، ناس يعني أنا أقدر أقول إن هم يعني بيحرقوا الأعصاب، بيزودوا الضغط النفسي اللي على البني آدم اللي في الموقف ده. تلاقي حد تاني معدي عليك يقولك أنت مش عندك سيارة، ما تديها لي يوديك مبلغ كده اللي هروح بيها مشوار. مش هديها لك. ما ينفعش تطلب مني حاجة مش من حقك ومش من، يعني انت مالك، انت مالك، دي حاجة تخصني، مش هديها لك. انت ليه تحكم عليا وتفرض عليا ان انا اتصرف تصرف او اعمل حاجة انا مش عايزة اعملها؟ طب سلفيني، انت عندك من ده 2 سلفني 1. انت ليه مستكتر عليا حياتي؟ في ناس طريقتها تخليك تكره الخروج من البيت. طول ما انت قاعد على كنبتك انت مرتاح وفاصل. ساعات بنحس والله، وعدى عليا وعلى ناس قريبة مني وقت حرفيا اللي هو ايه، انا بحب الكنبة،
تلاقي نفسك مشغل التلفزيون وقاعد يومك يعدي واللي وراه يخلص واللي وراه يخلص، بس انت حاسس بسلام نفسي. محدش بيضغطك، محدش بيملي عليك امور، محدش بيطلب منك مستحيلات. مش عارفه اقول لكم ايه، بس خليني اتكلم في نقطه ان في اوقات ما ينفعش تفضل الذوق المؤدب ابن الناس. مش بقول ان احنا نتخلى عن اخلاقنا في الرد، بس في ناس حرفيا بتقلع برقع الحياه. فعلى الاقل زي ما هو ما عندوش خجل في استفساراته وتدخله، انت كمان شويه تبعد الخجل عن لسانك اللي انت محزمه ده وترد. هنبتدي بالردود البسيطه. خير، انت كويس، طب ما تعمل كده ان شاء الله، على الله، الله يسهلها. زود شويه، طب خلينا نغير الموضوع. ده يبقى ردك، تقول له خلينا نغير الموضوع، نتكلم في حاجه تانية احسن، معلش الموضوع ده مش عايزه اتكلم فيه دلوقتي. زودها ووصل لمرحله ان انت فعلا مش لاقي ردود. احنا مش عايزين نخسر الناس، بس الناس دي المفروض كده يبقى في كلام زي قلم على وشهم ينبههم ان بس كفايه لغايه هنا، اكتر من كده مش مكانك ومش موضوعك. فبالظبط اللي هو ايه، معلش انا بعرف احل اموري بنفسي، لو احتجت حاجه اكيد هرجع لك، شكرا، يا ريت ما تتكلمش في الموضوع ده. نجيبها بهزار، ايه يا عم ما تخليك في ورقتك، ما لو عوزت حاجه اكيد هبلغك. في كلام هم لازم يسمعوه علشان يدركوا 1,000,000% ان دي مش منطقتهم. والله انا مش طالعه اقول لكم خليكوا يعني جافين في التعامل، بس فعلا الواحد حرفيا شاف حاجات يعني مش تشيب، يعني تحرق الدم. فنصيحتي المره دي ليكوا، وانا متخيله مش متخيله، انا متاكده 1,000,000% ان كل واحد فيكوا جه في باله 2 أو 3 في حياته عاملين نفسهم يعني حكماء ومسيطرين وواعظين. ممكن يبقى كل واحد اصلا فيهم حياته خربانه بجد. الكلام ده نصيحه، يمكن عن تجارب، يمكن عن حاجه انا لسه متعرضه لها قريب وشفتها بعيني مع اقرب ناس ليا. يا جماعه اديهم في وشهم زي ما بنقول، بس برضه بالذوق. امنعوا الناس دي تتدخل في حياتكم اكتر من كده، لان انتوا هتتعبوا نفسيا. خليني اقول لكم على نقطه كمان، يعني دي قهر بقى، تاخير الحمل والجواز. الموضوع ده اتهرس في 8000 مسلسل بكل اللهجات، والناس لغايه دلوقتي لسه بتتكلم فيه. مش ناويين نفرح بيكي، مش ناوي تجيب بيبي، مفيش حد يشيل اسمك، طب انتوا ايه اللي مأخركم، طب هو انت ما بيتقدملكيش حد، طب اشوف لك حد يتقدم لك، وانت مالك وانتوا مالكوا. اتأخر حملها يمكن بمزاجها، يمكن هم مأجلين عندهم ترتيبات معينة في دماغهم، يمكن ربنا مش رايد، يمكن في علاج. ليه توجع الناس؟ يعني ليه تضغطوا على الناس وتضربوهم في نقطة هم اوريدي بيعانوا منها؟ انت مالك، حياتهم الخاصة. هو لما يحمل البيبي هيتسمى باسمك، هتصرف عليه، يعني انا مش قادرة افهم تأخير جواز بنت من البنات او ولد من الولاد، لان حتى دلوقتي للأسف كمان الصبيان بيسألوه انت ليه ما اتجوزتش لغاية دلوقتي. مسكين بيكون نفسه، كان في التزامات تانية وحمل وعبء أسري بيخففه علشان يقدر يفتح بيت جديد. سواء الحمل أو الجواز، ما تضربوش الناس في موضع أمانهم، هم قافلين على نفسهم وساكتين. افرض ان ده وجع، تبقى بتدوس على وجع الناس. يعني انت لو عندك ألم أو مرض والناس تيجي تأذيك زيادة في الحاجة اللي تعباك، انت تتحملها؟ يعني الناس ماشية بتتنفس بالعافية. فالنقطة دي يا جماعة نراعيها. يعني أنا قلت 1,000,000 فيلم وما اتعظناش، انتوا مستنيين ايه؟ مستنيين الناس وانتوا بتكلموهم يقعوا من طولهم؟ الرحمة، الرحمة، وخليك في حالك وخلي الناس تسلم من لسانك عشان ما يلفش الزمن وكما تدين تدان، وتحرم من نعمة أو تؤجل عليك نعمة، وربنا يبعت لك ناس شبهك كمان تطعنك في مكان أو في الحتة اللي وجعاك وخنقاك ووجع قلبك. ودي كانت الدوز النهاردة، أشوفكم الدوز اللي جاي. شكراً.